مساء الخير. فيديو جديد جايه لكم بيه أفكار لفرش شقق الإسكان الاجتماعي. معانا شقة 90 متر إسكان اجتماعي. الشقة بصراحة حلوة جدا جدا. الشقة دي من أعمال شركة إنجاز. اللي حابب يشوف الشركة أو يتعاقد معاها أو يعمل أي واحدة عندها يسيبلي كومنت وهبعتله الرقم بتاع الشركة إن شاء الله. بصوا زي ما انتوا شايفين، تحفة جدا. الصالة واخدة سفرة ونيش وركنة، يعني واخدة ليفينج كامل وحاجة في منتهى الجمال. وجزامة كمان اهي زي ما حضراتكم شايفين. تحفة بجد، يعني مش قادرة اقول اكتر من كده. الالوان متناسقة جدا وهادية، مش شعبي ولا حاجة. الشركة كانت برضو ليها دور كبير ان هي تطلع الفينيش ده. وبصوا المطبخ الوان المطبخ مع الوان العفش، مع كله عامل ماتشنج حلو قوي. بصوا، وزي ما انتم شايفين، يعني اهم حاجة في شقق الاسكان الاجتماعي ان انتي تعملي العفش بتاعك، يا اما عمولة يا اما لو هتروحي لحد بيفصل، بس اهم حاجة تبقي واخدة المقاسات بالظبط. مش لازم المقاسات تبقى اكبر بكتير عشان بس ما تاكلش منك الصالة او تاكل منك الشكل. العفش كل ما كان بسيط كل ما كان هيديكي وسع في المكان اكتر. بصوا المطبخ، مطبخ كمان الامريكاني دوت. الستايل بتاعه مع الشقة دي حلو جدا، يعني من احلى الشقق اللي شفتها. المطبخ فيها مفتوح على الصالة، وشايل البوتاجاز 5 عيون تمام. والفاتح كمان المطبخ معمول فاتح، ده برضو مدي وسع اكبر في المكان. بصوا الشغل بتاع السقف، جبسن برضو يعني بسيط. كل حاجة، كل الشقة فيها كل حاجة بسيطة، مش اوفر بصراحة يعني. مش معمول فيها حاجة شعبي او الوان مطرقعة توجع العين، لا الوانها حتى هادية جدا. حلو جدا الشغل اللي على الحيطة ده. ربنا يوسع عليكم جميعا وتجيبوا شقة زي كده وتعرفوا تشطبوها. كل اللي عايز يعمل يا رب يعمل. وادي الأوضة، أوضة الأطفال برضو العفش متفصل فيها بالظبط. افضل اختيار بصراحة في شقق الاسكان الاجتماعي، عشان العمود اللي بيكون موجود السرير الدورين هو افضل حاجة ان هي تديكي وسع في المكان. بصراحة اما بتحطي سريرين الأوضة كلها بتبقى متاكلة منك بطريقة وحشة جدا. بصوا في سرير تالت اهوت لاستغلال المساحة، عشان لو حد جه او لو في بيبي تالت. طبعا مش فاتحه للاخر، عشان متفتح للاخر هيبقى سرير كامل. اللون برضو حلو جدا، النقاشة والابواب شكلها لطيف قوي. والاختيار افضل اختيار لابواب الجرار في الاوض، عشان لو كانوا عملوا باب بيتفتح ويتقفل لجوه ما كانوش يعرفوا يستغلوا المساحه صح. كانوش يعرفوا يحطوا الكومودينو دوت اللي هو محطوط دلوقتي لو كان الباب بيتفتح. فالابواب برضو عليها عامل كبير ان الفينش يوصل للمرحله ديت ان هما يحطوا كل القطع في مكان واحد. الابواب كان عليها عامل برضو. بصوا لطيفه قوي وبسيطه. آمم، هادية، اللون هادي قوي قوي وتحفة بصراحة. تحفة، ربنا يبارك لهم فيها يا رب.
بس هما بيحاولوا يبينوا كل تفصيلة معمولة، بجد كل تفصيلة معمولة تحفة جدا. ندخل على الحمام، بجد تحفة روعة روعة بجد. ما تصدقيش ابدا ان ده حمام اسكان اجتماعي او دي شقة اسكان اجتماعي، غيروها تماما، غيروا شكلها تماما. وكمان بصوا الغسالة محطوطة في الحمام. طبعا ده كله اتعمل سباكة من اول وجديد خالص، يعني التقسيمة بتاعة الاسكان الاجتماعي نفسها مش حلوة تماما ان هم يعرفوا يتحركوا فيها. يعني هم اكيد شالوا كل دوت وعملوا مكانه بقى، اسسوا من اول وجديد. كابينة. خلاص كده وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واللي كان نفسه ياخد افكار ياخدها، وبإذن الله كلكم تعملوا في بيوتكم احسن حاجة. لو عجبك الفيديو ياريت تدوسلي لايك واشتراك في القناة، وتتابعني عشان هنزلكوا فيديوهات تانية كتير قوي على الفرش بتاع شغل الاسكان الاجتماعي، وهجيب لكم افكار كتير قوي عشان تتفرجوا. واللي عايزة تشوف افكار جديدة ياريت تتابعني وتعملي لايك واشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.